مساء الخير مساء الخير عليكم. لو عندك تلاجة بتشتكي من التلاجة إنها بتعمل تلج أو بتعمل صوت عالي أو بتعمل زنة في الموتور أو صوت طرقعة في التلج، تعال معايا أقولك نحل المشكلة إزاي. يلا خليكم معايا مع قناة أبو فارس الأجهزة الكهربائية. أي معلومة هتلاقيها متاحة معانا إن شاء الله. تدخل الفيديو، تعمل لايك، تدوس على الجرس، تفعل زر الجرس للقناة، تعمل اشتراك، هتلاقي كل المعلومات متاحة معانا. يلا نشوف مشكلة التلاجة نحلها ازاي. لو التلاجة عندنا صوتها عالي او بتعمل زمنة في الموتور، هنلاقي الجنب ده كده من الجنب، جنب سخن من هنا كده. هنسحب التلاجة قدام بعيد عن الحيط شوية، نبعدها بعيد عن الحيط من شوية، ونشغل مروحة جنبها، نفصل التلاجة، نسيب التلاجة تهدى شوية، هتلاقي الموتور يهدى شوية. بعد كده تشغل التلاجة عادي، مش هيبقى فيها أي مشكلة بالنسبة للزنة. بالنسبة لزنة الموتور هتروح على طول بالمعلومة اللي أنا قلتها لحضرتك دي. لكن لو التلاجة بتعمل تلج في الفريزر، برضو هنفصل التلاجة، أو بتعمل تلج تحت الكابينة تحت، يبقى هنفصل التلاجة برضو. وننظف التلج ده ازاي؟ التلاجة هنفصلها ونشغل مية سخنة على البوتاجاز مع ملح ونرشها في الجناب، هنلاقي التلج ينزل معانا بسهولة. مش هيبقى فيه تكسير ولا بسكينة ولا بشاكوش ولا بآلة حادة ولا أي حاجة. محدش يستعمل أي آلة حادة من الحاجات اللي بتكسر التلج يا جماعة. أي معلومة هتلاقوها هنا. المعلومة بقول لكم إن ترش مية سخنة مع ملح، هتترش المية بملح، ترش من الجناب على الفريزر أو في الكابينة تحت، ترش من الجناب، هتلاقي المية تنزل بالتلج من غير ما تكسر ولا تعمل أي حاجة. طيب لو أنا لقيت مثلا صوت طرقعة في التلج، برضو نفس الفكرة. لو مفيش تلج قدامي باين، بس أنا بسمع صوت طرقعة بالليل وأنا نايم في الشقة، بسمع صوت التلاجة بتعمل تك تك أو بوم بوم كده، هتلاقيها تعمل زي قنابل. هتلاقيها دي برضو مشكلة سخانات، هتلاقي إنها بتعمل التلج اللي موجود ورا في السخانات. دي برضو هنشيل الفيشة ونسيبها لمدة ساعتين 3 كده من غير ما نعمل فيها أي حاجة. لو انت لقيت التلج كتير، هتطلع الحاجة اللي جواها جوا التلاجة، هنفضيها، نفضي التلاجة خالص وندلق مية سخنة مع ملح. هنلاقي المية تنزل من تحت هنا، بس لازم نحط طبق تحت باب التلاجة علشان تنزل من الموتور من الفريزر من فوق على الطبق اللي موجود، عشان ما يغرقش المية معايا. فخلي بالكم من الحاجات دي، المعلومات دي مهمة. انك تجيب مروحه وتشغلها لو جنب التلاجة سخن، تبعدها عن الحيط شويه، التلاجة تبقى مزنوقه، لانه بتبقى فيه تلاجات بتبقى السربنتينه بتاعتها في الظهر من ورا مستغطيه، مش